السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله عندنا وصفة ما شاء الله خطيرة للتخلص من البقع الداكنة ومن الحبوب وكتصفي الوجه. هاد الوصفة مكوناتها من غنحتاجو فيها عصير الليمون، وغنحتاجو فيها النشا، غنحتاجو فيها ما ورد والعسل. غنبداو بالطريقة بإذن الله. غنبداو ناخدو 2 معالق صغار تاع عصير الليمون والحامض، وناخدو باذن الله 2 معالق صغار ديال العسل، يكون العسل طبيعي يعني يكون العسل ممتاز. 2 معالق صغار يعني كيعادلوا معلقه كبيره. وغنحتاجو باذن الله نحتاجو معلقه تاع النشا، معلقه صغيره النشا، خلطهم هكا مع بعض. ومن بعد غنزيدو ما ورد بحسب يعني حتى يصبح عندنا الخليط فحال الكريمه. يعني شويه تاع ما ورد، يعني يمكن معلقه صغيره، نشوفوا باذن الله. هاهو فحال هكا صبح عندنا هذا مزيان. غادا نشدو هذا الخليط وغادا نحطوه في الوجه تاعنا مده 20 دقيقه. ومن بعد نغسلو وجهنا بالماء دافي. ومن بعد من بعد كنعاودوها الطريقه، كنعاودوها جوج مرات في الاسبوع ولا لغايه ما كنحصلوا على النتيجه المطلوبه للوجه ديالنا. نحطوها 20 دقيقه ومن بعد نغسلو. راه غادا تشوفوا ان شاء الله باذن الله وغتدعوا معايا. هذه جربتها وجربوها ناس وقالوا لي عليها يعني غزاله ما شاء الله على هذه الوصفه. هذه هي وصفه تاع اليوم اللي هي تخلص من البقع الداكنه من الحبوب وكتصفي الوجه. يعجبكم الفيديو تعملوه جيم، تعملوه شير لكم جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو قادم ان شاء الله.